القصة اللي غادي نحكي لكم دابا مؤلمة بزاف. من وقت لآخر كنسمعوا على جرائم قتل واللي بسبب الأحداث ديالها كتحس راسك كتشوف فيلم خيالي ولا بوليسي، ماشي جريمة قتل وقعت في الحقيقة. بحال هاد النوع ديال الجرائم شهداتو مدينة سطات في واحد من أبشع الجرائم اللي دازت عليها. القصة بدات ملي شدات السلطات الأمنية واحد الراجل داخل مسجد الجامع الكبير في مدينة بن حمد نواحي سطات، وكان في واحد الحالة ماشي طبيعية. لقاوه كيقرا القرآن بصوت عالي وسط مرحاض ديال المسجد وما بغاش يتجاوب مع رجال الأمن. داوه وداروه تحت الحراسة النظرية بعد ما قبضوا عليه، وخلال التحقيقات بانوا تفاصيل مرعبة وغريبة بزاف، وزادوا عطاو القضية طابع جنائي خطير. في الفترة الأخيرة كان هذا الراجل كيتردد على واحد البائع ديال المأكولات المشوية، وكان كيصيفط ليه يطيب ليه قطع ديال اللحم. ولكن الصدمة كانت كبيرة منين تبين أن داك اللحم اللي جاب ليه هو لحم بشري. السؤال اللي كيتطرح دابا ديال من غادي يكون هاد اللحم وشكون هو هاد الشخص. القضية كتبدا مع واحد الراجل سميتو سعيد، ولكن الناس في بن حمد كيعرفوه بسمية بولحية. هاد السيد ساكن في مدينة بن حمد ومعروف عند الناس، ولكن معروف واحد المعرفة اللي فيها شي شبهة. تصرفاته غريبة، الهضرة ديالو ماشي بحال عباد الله، وكان داير واحد الكروسة كيدور بيها كيبيع الديسير والخضرة. المهم كيترزق الله. بولحية ماشي ثابت، مرة تيجيب الديسير مرة تيجيب الخضرة، وكيبقى يدور في المنطقة وكل شي كيعرفو، حيت السلوك ديالو ماشي طبيعي، كيوصل لدرجة الغرابة. الهضرة ديالو وكيفاش كيشوف الناس كيفاش كيتعامل معاهم كلها حوايج خلات الناس تشك فيه. وهذه هي المفارقة، مع كل الغرابة اللي فيه كان الناس كيحترموه. علاش؟ حيت ما عمرو ضيع الصلاة، كيصلي في الوقت، كبير في العمر، حياته بينه بيضة، وكان معروف بأنه كيقابل بلاصة الوضوء في المسجد. السوار تاع بلاصة الوضوء ديال الجامع عطاوها ليه، تيعمر ليهم سطولة، كينقيهم ويقابل ليهم الجامع، وحتى الفقيه تيخليه يريح حيت كيعتبره واحد من الناس ديال الخير. ولكن هنا كانت المفاجأة، بولحية ماشي دايما ساكت، راه كان كيدير مشاكل خاصة في الوضوء. مرة كيتخاصم مع شي واحد، مرة كيعاند. البوليس جاو عنده كثر من مرة، كيشدوه كيعيطوا عليه وكيعاودوا يرجعوه وكأن حتى حاجة ما وقعت. واحد من الناس اللي ساكنين في بن حمد قال لنا هاد الشي كامل وكان حاضر وشاف كل شي بعينيه. الناس ديال الحومة ولفوا عليه، ولكن ديما عاطينو اتساع. علاش؟ حيت عارفينه ماشي نورمال، السلوك ديالو فيه شي حاجة ماشي مزيانة، ساكن بوحدو، حياته كلها مخربقة. واللي خاص تعرفوه هو أن سعيد بولحية كان مدين بزاف، وواحد الحاجة اللي كانت كتشعل فيه النار هي الناس اللي كيسكروا وكيستعملوا المخدرات. كان ما كيهضمهمش، كيشوف شي واحد شارب كيتدخل معاه في مشاكل، ماشي مرة ولا جوج، ديما كيتخاصم معاهم وديما داير معاهم العداوة. وهاد العداوة بالضبط هي اللي غادي توصلنا الليلة ديال الجريمة. سعيد بولحية ساكن حدا واحد العساس معروف بن حمد. هاد العساس عنده كاريط ديال الديتاي، كيعرفوه الناس، كيبيع الكارو ديال الحبة، خدام في السكات وديما في بلاصتو، والدار ديال بولحية حداه، يعني وجها لوجه. الناس في الحومة عارفين هاد البلاصة مزيان. وفي ديك الليلة في الليل جا واحد السيد شارب سكران مزيان، جاي من شي بلاصة حالته حالة، وهاد اللقطة بالضبط هي اللي غادي تقلب الموازين كاملة. بولحية منين شافو طلق عليه العنان، ماشي غير حيت شافو، ولكن حيت اصلا ما كيهضمش الناس اللي كيشربوا. داز من حداه وبولحية بدا كيدفل عليه ويسبه كيف العاده مع اي واحد سكران. داك السيد كان معرقها بالشراب، ما فاهم والو، كيتمايل ومشى باش يشري شي كارو. وصل عند داك العساس قال ليه راه شد داك بولحية دفل عليك، واش ما عندك شي مشكل معاه؟ وعاود قال ليه راه شويه حمق، بعد منه، ما تبقاش تدور هنايا، حيد من حداه، راه ماشي ديال الامان. ولكن السيد سكران بزاف، مدا ما جاب، ما فهم والو، ما عرفش حتى شكون هو بولحية، وما ردش البال لكلام العساس. بالنسبه ليه الهضره كتدخل من ودن وكتخرج من الاخرى، ومخو مسدود بالشراب. لكن العساس في اخر لحظه رجع قال ليه كلمه اخيره بحال علمه: رد بالك من داك السيد، راه ماشي ساهل، راه خاطر، سير في حالك. وكانت هذه آخر مرة يشوف فيها داك السيد، آخر لحظة غيبان فيها. من داك الوقت السيد اللي سكران غبر ليه الآثر، مشى وما رجع بان. داز ديك الليلة والدنيا هانية، جاو الناس ديال بن حمد
بحال العاده مع الفجر تقريبا مع 5 ديال الصباح. الناس باغيين يمشيو يصليو، ولكن قبل الصلاه خاصهم يتوضاو. كيمشيو لبلاصه ديال الوضوء فين؟ عند سعيد بولحيه، حيت هو اللي مكلف ببلاصه ديال الوضوء. تيحل الباب، تيصاوب البلاصه، تيستقبل الناس. وصلوا بداو كيدقوا كيعيطوا عليه، ولكن ما كيحلش ليهم. قالوا يمكن راه ناعس، اولا يمكن ما سمعش، ولا مشى يقضي شي غراض. عاودوا صبروا شويه، ولكن والو، الباب بقى مسدود. الناس قالوا ماشي مشكل، راه يقدر يكون معذور، ندوزوها. الناس ما ردوش البال بزاف، حيت الناس اللي كيمشيو مع الفجر قلالين وباقي ما عارفينش اش واقع. غادي تدوز ديك الوقيته وغادي يمشيو حتى لوقيته الظهر. داز الصباح ووقت الظهر وصل، وهنا الامور تبدلات. جاو الناس بزاف، ماشي بحال الفجر، راه في الظهر الجامع كيعمر، كلشي باغي يتوضا. ولكن المفاجاه كانت قاصحه. جاو الباب المرحاض ولقاوه باقي مسدود. الناس اللي جاو مع الفجر قالوا راه حتى حنا لقيناه مسدود وما فتحش لينا. عاد هنا الشك بدا يكبر، وبدا الناس كيعيطوا بصوت عالي: سعيد، سعيد اجي حل الباب. واحد شويه بدا كيتسمع صوت ديال بولحيه من الداخل، ماشي صوت عادي وماشي ترحيب، كان كيسب وكيقول لهم سيروا في حالكم خليوني. الناس تصدموا، حيت راه واقف في البيت ديال الوضوء، كيعيطوا عليه غير باش يحل الباب ويتوضاو. ولكن هو ما بغاش، بدا كيهضر هضره خايبه، كيسب، كيعيط بحال شي واحد ساخط. الناس مازالين ما عارفين والو، ما عارفين شنو واقع، ولكن بداو يشكوا. قالوا راه ممكن يكون رجعت ليه الحاله، داكشي ديال الحماق اللي فيه زايد اليوم. حيت اصلا سعيد بولحيه معروف وسط الدوار بن حمد، الناس عارفينه ماشي نورمال. كيمشي يقتل المشاش، كيجري على الكلاب، كيتخاصم مع عباد الله بلا سبب، تيغوت، تيهضر مع راسو بحال شي واحد خرج ليه العقل. قالوا راه ممكن يكون زاد عليه الحال، خليه نعطوه اتساع، راه ديما تيديرها. ولكن ماشي كاملين مشاو في حالهم. بعض الناس اللي في الصلاة مع الظهر قرروا يبقاو مقابلينه. قالوا خاصو يخرج، خاصنا نعرفوا مالو، ولا كان نيت سطة يديوه للسبيطار. بقاو مقابلينه تقريبا ساعة وهما كيهضروا معاه، كيسولوه، كيطالبوه يفتح الباب، يخرج، يبرر. ولكن والو، بولحية باقي كيهضر هضره ماشي في بلاصتها، وصوته كيعلى وما بغاش يحل. وفاش شافوا ان الهضره ما بقاتش منها فايده والوقت كيضيع، قالوا باللي ضروري خاصنا نعيطوا للبوليس والسلطات يجيو يشوفوا هاد السيد مالو. هنا القضيه غادا تزيد تكبر، وداكشي اللي غادي يوقع مع العصر تقريبا. وبالضبط السلطات مني وصلت، جاو البوليس، الجندارم والناس ديال القياده، وبداو كيهضروا مع السيد بولحيه، كيطالبوه يفتح الباب ويفسر لهم مالو. ولكن كيف العاده مازال غير كيغوت، بدا كيشتم وكيسب، ما بغاش يحل لهم الباب. نص ساعه ديال المحاوله والنتيجه والو. قالوا البوليس هاد السيد خرج على السيطره، خاصنا نطيحوا عليه بطريقه اخرى. الباب ديال الحديد كان ثقيل وصعيب يتفرقع، ماشي سهل يدخلوا ليه. ولكن لحسن الحظ كانت واحد الثقبه الفوق ممكن يتسلوا منها البوليس ويدخلوا. 3 من البوليس دخلوا من ديك الثقبه ونقزوا داخل البيت ديال الوضوء. فاش دخلوا تلقاو بولحيه وجها لوجه. السيد بدا كيقاوم وكيغوت وكيسب وكيدفع فيهم. البوليس شافوا ان الامور خرجت على السيطره، جبدوا السلاح وقالوا ليه ريح، حط راسك في الارض، راه غادي نطلقوا الرصاص. سعيد بولحيه شاف السلاح مصوب ليه وشاف عيون البوليس الجديه والخطر، عرف باللي هادشي ماشي لعب، نزل ريح في الارض وسكت. وهنا فاش البوليس شدوه ودوه، الناس بداو كيهضروا في بن حمد، راه سعيد اللحيه دار شي مصيبه، غادي يدوه البرشيش ولا الترونسيس، المهم سبيطار الحماق راه ماشي طبيعي. ولكن حتى واحد ما كان عارف حقيقه ديال هاد الوحش، الحقيقه الصادمه. الناس رجعوا يتوضاو، صلاو العصر، ومن بعد شي وحدين غادي يمشيو يعاونوا شويه، ينقيو بيت الوضوء ويجمعوه، حيت بقات فيه الروينه ملي دخل البوليس. بداو ينقيو بيت الوضوء، حتى بداو يشوفوا شي حوايج ماشي عاديين، ميكات مرميين وسطها اللحم، ولكن ماشي اي لحم. الناس قربوا، شموه وشافوه، وهنا كانت الصاعقه. طروفه ديال اللحم كانوا ديال بنادم، طروفه مسلوخه ما فيها لا جلد لا شعر، ولقاو معاها سلاح ديال الجريمه. ناضت روينه في بن حمد، الناس بداو كيغوتوا، شنو هاد الكارثه، شنو دار هاد الوحش، وفين مشى داك السيد اللي كان البارح سكران. وهنا العائله ديال داك السكران اللي تشاد مع بولحيه البارح بدات كتقلب عليه، مرتو، خوتو، ولادو ما عارفين عليه والو. البارح ما رجعش للدار، وماشي من العاده ديالو يبات برا، كيسكر ولكن كيمشي يرقد في دارهم. هنا البوليس بدا كيربط الخيوط. البارح سعيد بولحيه تشد معاه،
يعني هو آخر واحد شافوه معاه. واليوم طرف ديال اللحم ديال بنادم في ميكات، وهاد اللحم مسلوخ مخبي في بيت الوضوء. الوقت داز من 5 ديال العشية حتى ل6 ومازال ما بان. باش نعرفوا شنو وقع بالضبط خاصنا نرجعوا الليلة ديال البارح. داك السيد من بعد ما مشى عند مول الديتاي شرا كارو ديالو واتجه للدار. شويه وهو يتلاقى مع سعيد اللحيه. سعيد قال ليه يلا ريح معايا في البليصه غير شويه. والسيد كان شارب بزاف، سكران، ما واعي بوالو، ومسكين ما عاقلش حتى على راسو. الزنقه خاويه، الليل والظلام. سعيد جرو معاه للدار ديالو، دخل بيه ودار معاه جلسه صغيره، ولكن كانت جلسه الموت. سعيد مشى جبد جنوي كبيره ديال الحولي وغفلو جا من وراه وبدا يضربو في راسو، يضرب ويعاود يضرب ويعاود حتى طير له راسو. ما وقفش هنا، شت الجثه بدا كيشلخ فيها، يقطع يفرق ويدير في الميكات، اليدين، الكتاف، الفخاض، الكرش، ما خلى والو، كل شيء تقطع، كل شيء دار في ميكات بحال شي بقايا ما كتصلح لوالو. فسال سعيد اللحيه من ديك الجريمه اللي ما يديرها حتى شي وحش. من بعد ما قطع داك السيد لطروف صغيره جمع كل شيء في ميكات وخباهم في ركن من اركان مرحاد ديال المسجد. وهنا قرب وقت الفجر، والناس كعادتها بدات كتمشي للجامع باش تتوضا وتصلي. لكن سعيد في ديك اللحظه جا في بالو بانه يقدر شي واحد يدخل ويكتشف الجريمه. شنو دار؟ سد الباب وما خلى حتى واحد يدخل. الناس بدات كتعيط عليه. سعيد حل علينا الباب الله يخليك، بغينا نتوضاو. ولكن هو داير راسو ناعس ولا بحال الا ما كيسمع والو. وهو في الحقيقه كان كيسمع وواعي ومخبي الجريمه. ماشي حمق، لا، كان خدام بعقله وكل شيء كيديرو محسوب. 10 حتى 12 من الناس تجمعوا كيبغيو غير يدخلوا يتوضاو، كيغوتوا ولكن بلا فايده. شويه شافوا باللي السيد ما مساليش وقالوا يمكن راه ناعس ولا عيان مريض ولا مشى لشي بلاصه، ومشاو يدبروا على الماء من بلاصه اخرى. نرجعوا دابا لداك النهار الغد ليه مع العصر، من بعد ما البوليس جاو تكلموا معاه وبزوا عليه باش يخرج. فاش دخل البوليس داك البيت الصغير ديال الوضوء بداو كيتفاجئوا بمنظر تقشعر ليه الابدان. لقاو ميكات فيهم اللحم البشري، طروف، الجلده، العظام، كلها مقطعه ومسلوخه. كان باين من بعيد باللي هادشي ماشي ديال شي حيوان، هادشي ديال بنادم. هنا عرفوا باللي شي جريمه وقعت، وشكون اللي دارها؟ سعيد اللحيه. من بعد ما البوليس شدوا سعيد مول اللحيه، الناس كلها كانت كتقول راه حمق، ماشي هو هذاك، يمكن مريض. ولكن البوليس ما بقاوش كياخذوا الامور بحال الضحك. جابوا الشرطه العلميه، الشرطه القضائيه، وحتى الكلاب المدربه. المنطقه كامله ديال بن حمد تقلبت من الفوق حتى لتحت بحال شي خليه نحل. الهدف واحد، خاصهم يلقاو الطروفه الاخرين ديال داك الانسان اللي تقتل. بداو كيقلبوا في الحي، في الازقه، في الخلا، حتى لقاو عظام باقيين جداد مرميين في واحد البلاصه. الكلاب كالت ليهم اللحم وبقاو غير العظام. والاخطر بان من الشكل ديالهم بانهم ديال بنادم ومازالين جداد. من بعد بداو كيبعدوا شويه على بن حمد، وكل مره كيلقاو عظم هنا، طرف اللحم لهيه، او شي ميكه مشكوك فيها. تصور معايا الراجل من بعد ما صلاو الناس الفجر والضوء بدا كيطلع، سعيد خرج وبدا كيرمي البقايا ديال داك السيد في البلايص بعيده، كل مره يرمي في بلاصه باش ما يبانش الجرم كامل في بلاصه وحده. وكان مخطط وكان باغي يمحي اي اثار، ولكن الله كبير وكل شيء بدا كيبان. الميكات، طروفه، الدم، وحتى الجيران بداو كيتذكروا حاجات كانوا شاكين فيها. من بعد ما سعيد اللحيه سلام تفريقه ديال الطروفه، كان كيدير بحساب كل بلاصه فيها طرف، وداير في بالو باللي الكلاب غيشموا الريحه ويهجموا على اللحم باش ما يبقى حتى دليل. وهنا الناس بداو كيتاكدوا سعيد ماشي حمق اللي يدير جريمه بهاد البشاعه وبهاد التنظيم بعقله. ولكن هنا غادي توقع شي حاجه غريبه. فاستلم من كل شيء ورجع لداك البيت ديال الوضوء، بدا كيغوت، كيسب، كينوض الصداع، كيعنف في الناس بقاو حايرين واش بصح حمق ولا باغي يدير فيها حمق باش يخرج من الجريمه. تصرفاته ما بقاتش مفهومه. واحد اللحظه كيبان عاقل كيخطط، وفي لحظه كيتحول لشي حاجه غريبه بحال شي شيطان لبسو. البوليس جاو تاني، بداو كيحققوا معاه من جديد، كيسولوه، كيبغيو يجروه يعترف، ولكن السيد ما بغاش يعترف. بارد، جامد، عينيه ما كيدوروش. هنا الامور ولات اخطر، ما بقاوش كيتعاملوا مع مجرم عادي، تيقولوا راه مجرم مختل ولكن واعي وقاتل بدم بارد. سعيد اللحيه بوجه ناشف واقف قدام البوليس وكيقول لهم ما درت حتى شي حاجه،
غادي يبدا كيهضر بحال الحمق، كيدخل ويخرج في الهضره، غيدير راسو بحال الحمق وهو في الحقيقه دار جريمه كبيره. ما بغاش يعترف بداك الشيء اللي دار باش يخفوا عليه مثلا ويدوه للسبيطار الحماق ويهرب من العقاب. ولكن البوليس ولاو باغيين يعرفوا غير حاجه وحده، الكماله تاع الجثه فين هي. راه كاين دليل كبير باقي ما لقاوش، الراس ما لاقينوش فين هو الراس. لقاو الطروفه، الجلده تاع الوجه، الميكا، ولكن العظام واللحم اللي فيه ما لقاوهمش فين هما. الراس ما بانش فين مشى، واش خزنو، واش عطاه للكلاب. ولكن القدر غادي يتغير. الغد ليه مع 8:15 كانت واحد السيده خارجه مع ولدها الصباح بكري باش تديه للمدرسه. غاديين في طريق المدرسه وكانوا دايزين من واحد البلاصه خاليه في بن حمد، ما فيهاش بزاف ديال الناس، ما كيدوز منها غير اللي كيمشيو للمدرسه. وهي غاده شمت واحد الريحه خايبه ومجهده بزاف. السيده في الاول قالت يمكن شي جيفه، شي كلب ميت، شي حاجه. ولكن مع قربوا الريحه ولات كتخنق، ماشي ريحه ديال شي حيوان ميت ولا شي حاجه طبيعيه، كانت ريحه ديال الجيفه ديال بنادم. حيت بطبيعه الحال السيده كانت في خبارها الجريمه اللي دار سعيد اللحيه، وعارفه البوليس كيقلب على باقي الجثه، خصوصا الراس اللي باقي ما لقاوش. اللي دار الجريمه دارها بعقل، ولكن الطبيعه فضحاته. هاد السيده علمت البوليس، لانه فعلا البوليس منين جاو قلب لقى طرف ديال اللحم بنادم، ولقاو معاه فك فيه السنان والضروس ديال الانسان. يعني داك المجرم ماشي غير قتل، راه زاد حيد ليه الجلد وحيد السنان وحطهم في ديك البلاصه. تصور معايا وحش ما يديرش هاد الشيء، واللي دارها راه قلبو حجر. ومن بعد البوليس بداو كيقلبوا بزاف، مشاو للبركاسات، الحفاري، القوادس، كاع البلايص اللي ممكن شي واحد يخبي فيهم الراس، ولكن والو، ما لقاوش الراس رغم كل المجهودات والناس اللي خدامين والبحث اللي طال، الا ان القضيه بقات معلقه. والمشكل الكبير هو ان الراس باقي ما لقاوهش، وسعيد باقي ما باغيش يعترف وما تيهدرش وما تيتعاونش مع البوليس نهائيا. القضيه زادت صعابت وتعقدات، فيها بزاف ديال الالغاز والحيره، حيت الناس كل واحد شنو كيشوف واش كيقول. كاين اللي كيقول هاد السيد راه نيت حمق، راه باينه عليه داير بحال مفروح، تحركاته تصرفاته ماشي ديال شي واحد طبيعي. وكاين اللي كيقول لا راه بعقله وراه بالعاني كيدير بحال الحمق غير باش يخرج من القضيه، عارف كل خطوه كيديرها وعارف اش كيدير. وهذا الشيء فعلا اللي خلى القضيه تولي جدال كبير وسط الناس، خاصه اللي من دوار بن حمد، حيت هادوك الناس عارفين سعيد مزيان. اغلبهم متفقين انه ماشي حمق، حيت ما يمكنش شي واحد حمق يدير جريمه منظمه بهذه الطريقه الدقيقه، يفرق الجثه، يلوحها في اماكن مختلفه، يخطط، يمسح اثار ويغطي على راسه ويرجع يدير راسه مريض. واش هاد الشيء يديروه الحماق؟ ماشي معقول. السيد فرق البقايا وحط كل طرف في بلاصه باش ما يعيق بيه حتى حد، وبغى يمشيها بلا ما يبان. وهنا باين انه بعقله وعارف شنو كيدير. ولكن القصه ما سالتش هنا، كانت مفاجآت صادمه دخلت في وسط الاحداث مباشره مع بدايه تحقيقات البوليس. منين بدا عناصر الشرطه البحث والتحقيق، تبين لهم ان اشلاء البشريه اللي لقاوها في جوج بلايص مختلفين ماشي كلها راجعه لنفس الشخص. التحاليل الجينيه اكدت ان بعض الاشلاء كترجع لشخص اخر كان حتى هو مختفي على الانظار منذ الاسبوع الاول من بعد العيد الفطر. جريمه بن حمد ما زالت كطرح اسئله مقلقه على مستوى الامن المجتمعي والدوافع اللي خلاو هذه الجريمه توقع. ولكن التحقيقات غاديه بسرعه كبيره باش يكشفوا على جميع التفاصيل، وفي انتظار النتائج النهائيه. المدينه باقيه عايشه تحت وطأة الصدمه. السؤال الكبير اللي باقي كيدور في الاذهان، واش هذا المجرم قاتل متسلسل؟ واش فعلا كيعاني من اضطرابات نفسيه؟ واذا كان فعلا مريض كيفاش قدر يخطط لهذه الجرائم بهذه الدقه المرعبه؟ الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لي لايك وتشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد، حيت القضيه مازال فيها تطورات وغادي نرجع نحكيها لكم في كل تفاصيلها. في امان الله.